كل السسبنس اللي شغال مع الفيلم ده استاذ علي؟ يعني ده اكيد طالما حصل جدل ومقالات نقديه قاسيه، ده معناه ان الفيلم اثار شيء. يعني ده في صالح العمل، ودي وجهه نظر. حتى لو كانت المقالات نقديه يعني سلبا، يعني طبعًا كلها بتقول ان الفيلم ده حقهم. انا عملت الفيلم، وانا حد قال لي اعمل الفيلم ازاي؟ انا ما حدش قال لي اعمل الفيلم ازاي، انا عملت الفيلم زي ما انا عايز. هو لما يجي يكتب زي ما هو عايز. طبعا. استاذه زينب، صحيح انت كاتبه السكريبت ده من 2009؟ الحقيقه انا كاتباه من فتره طويله، والوقت ده كان ملف الهجره الغير شرعيه والحوادث كاننا نفس الايام دي. يعني الحوادث مكرره في كل الجرايد الرسميه وغير الرسميه بشكل يكاد يكون يومي. يعني ايه اللي اخرك في ان الفيلم ده يرى النور؟ الانتاج. ما فيش شركات انتاج اقدمت عليه. الحقيقه كان لحاجتين، يعني اتقال لنا انه الافلام اللايت مطلوبه. كنا لسه انا وعلي عاملين حريم كريم وكلام في الحب، فكانوا حابين الشكل ده ومش حابين الحاجات الجاده اللي هم غيروا انها كئيبه شويه. بالاضافه لانه شايفين التكلفه بالذات في البحر هتبقى تكلفه عاليه جدا، فكان في عزوف عن انهم يدوا. استاذ محمد، يعني ده اول انتاجك؟ مظبوط يا فندم. 25 مليون جنيه ولا اكتر ولا اقل ولا هم احتمال يبقوا اكتر؟ احتمال. ممكن اسال حضرتك جبتهم منين؟ انا عندي شركه مقاولات، ومن الشركات المحترمه اللي موجوده في مصر. وبالتالي ايه علاقه المقاولات بالسينما؟ ملهاش علاقه، بس جبت الفلوس منين. لكن علاقه المقاولات بالسينما ما فيش حاجه يعني تمنع ان الحد يشتغل في التمثيل، هي هوايه وانا بحبها. هو السبكي موجودين، كان في جزاره وناس كتيره جدا. لا، سؤالي بقى، يعني ايه اللي خلاك تبدا انتاجك بفيلم مكلف الى هذا الحد؟ مع ان التحذير اللي قاله الاستاذ علي ادريس في اول لقاء لينا كانت حاجه عظيمه جدا. قال لي ده اول انتاج ليك؟ قلت له تمام. قال لي طب انت ليه؟ قلت لك بلاش يا محمد. ما لسه انا هقول. بلاش يا محمد. كنت خايف عليه يعني يا استاذ علي؟ والله قال لي كده، والله العظيم قال لي كده. يعني مش اكتر من كده. يعني قال لي بلاش تعمل الفيلم ده اول انتاج ليك، اعمل لك فيلم 2 3 صغيرين، شوف الدنيا ايه وتعلم من الفلوس دي تعمل فيلمين واحيانا 3 وتعمل اكتر. ده حقيقه. وقال لي يعني ابدا شوف ده، وبعد كده لو الفيلم موجود يا سيدي، هو موجود وليك نصيب، تعالى اعمله. طبعا انا مش مقدر حجم الميزانيه، وهو مش قوير برضه بحجم الميزانيه قد ايه. فقال لي طب خلينا، قلت له خلينا نعمل الميزانيه بتاعت الفيلم ونشوف اذا كنت اقدر اعمله ولا لا. لما عملنا الميزانيه في الاول ما كانتش برضه هي الميزانيه المقدره اللي هي ال 25 او فوق ال 25 مليون، بالعكس الميزانيه كانت ب 6 مليون و700. يعني لما وافقنا على الفيلم 6 مليون و700. وانا قلت له لو في اي زياده انا هتحملها. حصل.